مثلا، اكيد. فهمتيني؟ وحنا ماشي مطالبين اننا نعرفوا لي ديتاي ديال كل شيء. فبالتالي هذا اللي كيقول اسرائيل. غنفهمك واحد الحاجه زوينه. نهار اللي كان المغرب كيحارب على ود فلسطين انت ما كنتيش موجود، هذه اولا. ثاني حاجه الموقف المغربي مفهوم، لان المغرب عنده السياده. المغرب من دائما تعترف بمقترح الدولتين يعيشوا في سلام. اكيد. احنا عاوتاني قلناها باغيين فلسطين، وكما قال لهم الحسن الثاني خذوا الاراضي اللي دابا وديروا دوله وقويوا راسكم باش ما تبقاو محتاجين لحتى شي واحد. وما سمعوش الهضره وسميتوه بالخائن وبكذا، لان عطى نصيحه عقلانيه. مات الحسن الثاني، اشنو وقع دابا للفلسطينيين للاسف؟ الله يدير لهم تاويل ديال الخير. اش كانوا؟ كانوا يمكن يديروا دوله ويتقبلوا الوجود ديال اسرائيل ويعيشوا في السلام، وتهما يقويوا بلادهم ويقراو وكذا، والناس اللي على برا تدعم الدوله الفلسطينيه وتصيفط الاموال و الى اخره. هما اش داروا؟ رفضوا هذاك القرار وبقاو كيطاحنوا ما بيناتهم. اون اتوندو اسرائيليين انا لست بطريقتهم، ولكن مشاو، هو عدو ولكن يحترم، مشاو خدموا على راسهم، تحكموا في المجالات الحيويه كامله في العالم. أكيد. من بينها الانباء والصحه والادويه والسلاح المتقدم و والاسواق ديال الماس والاسواق ديال كذا والبنوك وكذا، باش يتحكموا في العالم. ورجعوا وخداو كل شيء وما خلاو دابا الفلسطينيين حتى حاجه. فبالتالي الاقتراح واش كانوا من افضل يعيشوا في سلام ويقبلوا بهذاك المقترحات اللي كان قال لهم حتى السادات والحسن الثاني اليبوك، انكم عيشوا في سلام. دابا الفلسطيني للاسف مهجر، بقات عنده غير غزه تخربات ولاو باغيين يهجروهم منا. واش ربحتوا بالعنجهيات؟ المغرب ما كيقولش المسلمين القوا بانفسكم في التهلكه. واكبر دليل انت اللي جاي كتهضر وكتحل فمك ان ملي كانت كتقرطس اسرائيل حتى شي واحد ما وقف ليها اقوى منك، غير الهضره وصافي، يعني ما عندهم حتى شي حاجه. فوالا. والدين ديالنا ما كيقولش لك ارموا بين انفسكم للتهلكه. المغاربه المساعدات صيفطوها. الدوله الوحيده اللي صيفطت فكت الحصار وصيفطت هذه ماشي المغاربه يقولوا لك سير تصنت الجزيره وسير تصنت الاخبار ديال مصر وديال الاردن وديال اي بلاد، وهما الوحيد اللي وصلوا الاعانات عن الطريق البري. ما دارتها حتى شي دوله. احنا فتحنا معبر جنين. كتعرفي معبر جنين؟ اخواني سميتو بلاتي الفيديوهات اللي من قلب غزه، ماشي للحكومه المغربيه ولا لجلاله الملك اللي كيصيفط بصوره شخصيه. بزاف عليك تهضر على المغاربه. المغاربه اللي على برا والمغاربه من المغرب محسنين ساعدوا الشعب الفلسطيني. عمرنا ما شفنا شي فيديو. المغاربه حنا ما كنتسناوش الاشاره من سيدنا تيقول لنا نوضوا ديروا. راك شفتوا في الزلزال اش وقع، راك شفتوا شحال من حاجه وحاجه مواقف تاريخيه تذكر عبر التاريخ. حنا راه ما يقبل يهضر كنطيروا. نهار اللي دار الحسن الثاني نوضوا هبطوا نديروا المسيره الخضراء، بغيت منكم مثلا العدد مشات 350,000. كلشي كيهضروا نجيبها وشكون اللي غيهبط حتى حلاو خلاوهم حالين في فمهم. حنا راه ما كنهضروش، حنا كنفعلوا وكنديروا كنقوموا. شوفي هذه بعيدا عن الدوله وبعيدا على المساعدات ديال سيدنا وعلى الاطنان اللي مشات. الناس دايرين لافته بسميه ناس مغاربه، كيقول لك فلاني الفلانيه من طنجه، المغربيه فلانيه من بلجيكا، المغربي فلاني من ما عرفت شنو. مساعدات انسانيه لله في الله. فبالتالي انت لم يتكلم عليك حد. نهار اللي خرجوا وقالوا نشكروا الدول اللي وقفت معنا، ما جبدوش الجزائر لان القناع ديالكم طاح. ما درتوا والو في الواقع، لا جهد يذكر ولا مشاركه في القمم العربيه لمناقشه القضيه الفلسطينيه ولا مساعدات تذكر. فبالتالي طاح عليكم هذاك القناع. كنتو لاصقين في جوج قضيات باش مشينا ديك الدوله. كتلمعوا الصوره ديالكم بالقضيه الفلسطينيه ظالمه او مظلومه،
تكشفتوا ونحن نناصر الدراوش ومساكن اللي مغلوبين على امر البولي زبل، وتفرجتوا حتى هي. دابا ما بقى داك النظام ديالكم عندو فين يشد. دابا الا كنتو رجال خاصكم تفرحوا لهذا القرار. علاش؟ لان ما غيبقاش تبون وعطاف مول الشانطه يدور في الدول يفرق المليونات ديالكم ديال الغاز والبترول. غتقدروا تستافدوا منهم نتوما كشعب جزائري، يزيدوا لكم في الماندا ولا يزيدوا لكم في شي، ولا يولي داك الدينار ديالكم ساوي شي حاجه، ولا يديروا لكم شي ما عرفتش شي بنيه تحتيه تذكار ولا شي تخربيقه. فبالتالي خاصكم تكونوا فرحانين، لان هذه 50 عام وانتم كتوكلوا البوليزاريو وما ديتوا والو، ما غديو والو ان شاء الله باذن الواحد الاحد. فلو كنتي جزائري وكتحب بلادك قول الحمد لله اللي تحيدت علينا هذه الحجره. هذيك بغيتوا ديروها حجره الصباط في المغرب، ولكن درتوها حجره في الصباط ليكم نتوما سورتو الشعب. اما الكابران راه هو مقاري ولادو على برا وداير الجنسيه باش نهار اللي تغرق بكم الباطو يدير السرت ويهرب كما كيديروا كاملين، يا اما كيموت يا اما كيهرب. لا يذكر على مر التاريخ شي رئيس جزائري حيدت منه عنده الرئاسه وبقى عادي عايش كرئيس متقاعد في وسط ناس وفي وسط كذا. يعني انت سميتو كجزائري حمد الله، قول دابا غادي نقدروا يكون عندنا نستافدوا من الموارد ديالنا ومن فلوسنا اللي كانت كتخسر بالملايين على باقي الدول وفاتونا اون بليس. هذه الا كانت عندك النخوه، وإلا كنتي متسلط وعي كتدخل في شؤون الاخرين وعايش حيت كاين المغرب، لان لا ما كانش المغرب انا ما كنظنش غيكون عندكم شي موضوع فاش تهضروا ولا فاش تناقشوا ولا شي هدف في الحياه. سبحان الله، انا عمري ما شفت هذا التسلط. يعني الجزائري يقبل على راسو يوقف في الطابور على ان المغربي يشوف واقف في الطابور. يعني هو قابل يوقف في الطابور ولكن المغربي ما يشوفوش. بصح راه ملي كتكون هاد المونطاليتي حتى لهاد الدرجه، يعني داك الانسان اللي كيعملو ربي ماشي العينين، كيعملو القلوب التي في الصدور. فبالتالي هو يقدر يخسر اي واحد ويدير العداء مع اي واحد ويضر راسو هو شخصيا فقط في سبيل ايذاء الاخر. هذه راه خطيره بزاف. يعني انا نقدر نعيش في الذل ونعيش في الطوابير وعندي ثروات هائله باش نقدر نكون احسن دوله، الناس تجي تخدم عندي ونكون انا سيد القوم، وانا قابل انني نكون دليل وكذا وتضحك عليا الامم في سبيل انني نطيح بالمغرب. واش هذا منطق؟ ومنطق تمشي به دوله؟ سبحان الله سبحان الله جدا. صراحه راه المعلومات ديالك راه خليتيها لهم للذكرى صراحه، خاصه ان كنشوف اللايف انا الجزائريين ولاو كثر من المغاربه. فهمت صراحه والله ما فهمت شي حاجه. اللايف ولاو فيه الجزائريين كثر من المغاربه. ويا اخي كيجيو دابا راه كاينين شحال منهم كنقول لكم عايشين غير بالجزائر، والجزائريين كيفتحوا سميتو كيفتحوا لايفات على المدونه ديال الاسره في المغرب. عمرك شتيها؟ يفتحوا القضيه الصحراويه يفتحوا عليها اللايف، مظاهرات ديال المغرب يفتحوا عليهم اللايف، خطاب ديال الملك كيوجهوا للشعب ديالو حتى هو يفتحوا عليه لايف، شي انجاز مغربي يفتحوا عليه لايفات للتشويش باش يقزموا منه. واش عمركم شفتوا شي بلاد كتقول لك الربيع